بيبدأ من النهارده في مصر سنة 1290 قبل الميلاد، وبيكون الملك ست هو اللي بيحكم مصر، وبيكون مرتبط ببنت جميلة اسمها آمون. بس آمون مش بتكون بتحبه وبتخونه مع كبير الكهنة أمحتب، وفي يوم بيدخل عليهم ست هما مع بعض وبيعرف بخيانتها. بس قبل ما يعمل حاجة بيخلصوا عليه، بس ست هو بيموت بيكون نادى على الحرس بتوعه، وامون بتطلب من امحتب ان هو يهرب وهي هتضحي بنفسها. هو بيهرب امحتب مع الكهنة بتوعه، والحرس بيدخلوا عند امون، وامون بتخلص على نفسها. وبعد فترة بيقدر امحتب بمساعدة الكهنة بتوعه انه يرجع جثة امون، وهو بياخدها على مدينة بطرة، ودي بتكون مدينة الاموات. وهو بيكون امحتب عايز يرجع روح امون من عالم الاموات، وبيتحدى الآلهة وبيستخدم كتاب سحري محرم، وبيجمع أعضائها في 5 جرات. وبيبدأ في الطقوس، وبتبدأ روح أمون ترجع من عالم الأموات. بس حرس الملك بيدخلوا عليه قبل ما الطقوس تكمل، وبيمسكوا أمحتب، وروح أمون بترجع تاني لعالم الأموات. وبيحكموا على الكهنة اللي ساعدوا أمحتب إن يتم طحنتهم، وبيتم الحكم على أمحتب إن يتم قطع لسانه، وبيتحط في تابوت مليان حشرات أكلة لحوم البشر، وبيدفنوه تحت تمثال أنوبيس، وبيقرروا يحرسوه مدى الحياة عشان ما يخرجش. وفي سنة 1920 بتظهر القوات الفرنسية بقيادة ريك، وبتحاول تدخل جزء من الأراضي المصرية، بس مش بيكونوا عارفين إن دي تكون مدينة بطرة. وبيظهر أحفاد ست، واللي بيكونوا اسمهم الميدجاي، واللي بيكونوا لسه بيحموا المدينة، وبيقدروا يهزموا القوات الفرنسية وبيجبروهم على الانسحاب. وبيجروا الجنود وبيستخبوا في معبد قديم، وبيسيبوا ريك بره، وبيقعد يجري من الميدجاي لحد ما بيحصلوا عند تمثال أنوبيس، وبيستسلم ريك لمصيره. بس فجأة الرملة بتبدأ تتحرك، والميدجاي بيهربوا، وريك بيهرب وراهم. وبعد 3 سنين في القاهرة بتظهر بنت أمريكية اسمها إيفا، وبتكون شغالة في متحف، وبتكون مؤرخة وبتدرس علم المصريات. بس وهي شغالة بتكون هتقع وبتخبط في الرفوف وبتبهدل الدنيا، والمدير بيدخل عليها وبيتضايق، وبيطلب منها تصلح اللي عملته. وبتفضل إيفا طول اليوم ترتب المكتبة، بس بتسمع صوت جاي من قسم المومياوات، وبتروح بتلاقي موميا بتتحرك من مكانها، وبتترعب. بس بيطلع اخوها جون بيعمل فيها مقلب، وايفا بتتضايق وبتعرفه ان عندها مشاكل في الشغل، فبيحاول جون يصالحها وبيديها قطعة اثرية. لا هو شغال في التنقيب عن الاثار، وبيلاقوا جواها خريطة، وبيكون جون مقتنع ان دي خريطة كنز. بس ايفا بتقدر تقراها وبتعرف انها خريطة لمدينة بطرة الاسطورية، وهو بيروحوا لعند المدير، واللي بيقول لهم ان دي خريطة مزيفة، وان دي قطعة تذكارية المصريين بيبيعوها عند الاهرامات. وهو بيمسك الخريطة وبيولع فيها، وبيحاول جون وايفا يطفوها، بس بتكون باظت، وجون مش بيستسلم. وهو بياخد ايفا وبيخرجوا، وبيعرفها انه ضحك عليها، وانه لقى القطعة الاثرية دي مع مسجون. وبيروحوا لعند السجن، وبيطلع ان المسجون ده ريك، وبيسألوه جاب القطعة منين، فبيعرفهم انه جابها من مدينة بطرة نفسها، وبيعرفهم ان المدينة مليانة بالكنوز، وبيعرض عليهم يخرجوه وهو يوصلهم للمدينة. وجون بيوافق عشان الكنز، على عكس ايفا واللي بتكون عايزة تلاقي المدينة عشان قيمتها الحضارية. وبتروح ايفا للسجان واللي بيكون اسمه حسن، وبتطلب منه يخرج ريك، وبتعرفه انه يعرف مكان كنز، وبتتفق معاه انها هتديه 25% من الكنز. وبيوافق حسن، وبيتحركوا على المينا، وحسن بيقرر يروح معاهم عشان يضمن حقه. وعلى السفينة بيكون في مجموعة تانية بتدور هي كمان على مدينة بطرة، وبيكون معاهم واحد من جنود ريك اسمه بيني، وبيكون هو اللي بيدلهم. بس ريك مش بيفرق معاه، لانه بيكون متأكد انه هيوصل قبلهم. وبيقعد مع ايفا وبيعرفها انه كان في مدينة بطرة، وبيحكي لها عن امحتب وعن اللعنة وعن الميدجاي اللي بيحموا المدينة. بس ايفا مش بيفرق معاها الكلام ده، وبتعرفوا ان عايزة تلاقي كتاب راع، وبتعرفوا ان الكتاب ده فيه كل اسرار عن المصريين وسحرهم. وبيلاحظوا ان في مجموعة من الميدجاي بيقربوا من السفينة، بسبب ان في اكتر من مجموعة بيدوروا على مدينة بطرة. وبيطلعوا الميدجاي على السفينة، وبيكونوا يخلصوا على ايفا، بس ريك بينقذها، وبتدور ما بينهم حرب شرسة على السفينة لحد ما بتولع، وكل اللي عليها بينطوا. وبيوصلوا المدينة قريبة من الشط، وبيشتروا هدوم وجمال عشان يكملوا في رحلتهم. وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لمكان في نص الصحراء، وريك بيطلب منهم يستنوا غروب الشمس عشان المدينة تظهر. وبيني والمجموعة اللي معاه بيكونوا مستنيين هما كمان، والمدينة بتظهر وبيتسابوا عليها. وبيروح ريك وايفا وجوني يدوروا على اي حاجة سحرية، وحسن ومجموعة بيلي بيدوروا على اي حاجة غالية. وبيوصلوا مجموعة بيلي لعند تابوت، ومش بيرضوا يفتحوه بنفسهم، وبيخلوا مجموعة من العمال شغالين هناك هم اللي يفتحوا التابوت. وبيخرج غسام وبيخلص عليهم، وبتقدر مجموعة بيلي يهربوا. وبيروح على حجرة بيلاقوا فيها الكتاب المحرم اللي امحتب استخدمه، وبيلاقوا الجرات اللي فيها اعضاء امون، وبياخدوها على اساس انها قطع اثرية. وبيروح لحسن واللي بيلاقي حشرات فرعونية، وبياخدها على اساس انها اثار، بس الحشرات بيقدروا يخترقوه وبيخلصوا عليه. وبنرجع لريك والمجموعة بتاعته اللي بيوصلوا عند تابوت امحتب، وهو بيكون ناقصه قطعة، وبتكون القطعة دي هي الصندوق اللي مع ايفا، وبتحطه في مكانه وبيظهر هيكل عظمي. وبالليل ايفا بتشوف الكتاب المقدس مع واحد من مجموعة بيلي، وبتستناه عشان ينام، وبتاخد الكتاب. بس ريك بيحذرها ان يكون ده الكتاب اللي استخدمه امحتب عشان يرجع حبيبته للحياة. وبتبدا ايفا تقرا في الكتاب، وبيرجع امحتب للحياة، وبتظهر مجموعة كبيرة من الجراد في السماء وبتهجم عليهم، والكل بيجري يستخبى، وريك بياخد باله ان ايفا مش معاهم. وبيروح لايفا واللي بيكون عند امحتب، وبيروح لعندها وبيكون هيقتلها. بس جون وريك بيوصلوا في الوقت المناسب، وبيقدروا ينقذوها. وبيقابلوا الميدجاي والزعيم بتاعهم، بيعرفوا انهم كانوا بيحموا تابوت امحتب عشان يحموا الناس من شره، وبيطلب منهم يسيبوا المكان ويهربوا.
وهو بنروح لبيني والامحطب بيوصل لعنده وبيكون هيقتله، بس بيني بيعرفه انه بيتكلم اللغه المصريه القديمه وانه ممكن يساعده، وهو بيقرر امحطب انه يسيبه يعيش. وهو بيرجع ريك مع ايفا على القاهره وبيجهز نفسه وبيلم حاجته عشان يرجع على بلده، بس ايفا بترفض وبتقول ان هم اللي حرروا اللعنه ولازم يبطلوها، بس ريك بيرفض وبيقول لها ان اتفاقهم انه كان يوصلهم للمدينه وهم هيحرروه، وهو عمل الاتفاق بتاعه وباقي اتفاقهم، وهو بيسيبها وبينزل يقعد مع جون. وهو بيني بيوصل على المكان هو وامحطب، وامحطب بيكون متنكر لانه بيكون عباره عن هيكل عظمي، وبيني بيجيب له راجل اعمى عشان يستحوذ على جسمه. وهو بيبدا امحطب في التحول وبتنزل اللعنه على مصر وبتتحول الميه للون الدم، والنيازك بتضرب الارض وريك بيروح عشان يساعد ايفا. وبيسمعوا صوت بيني وبيتحركوا على الصوت بيلاقوا امحطب بيستحوذ على الجسد وبيحاول يرجع لشكله الطبيعي، وريك بيفضل يضرب عليه نار بس مش بيتاثر ويمسكه وبيحدفه لبعيد، وبيروح لعند ايفا وبيشكرها عشان حررته. هو بيسيب المكان وبيهرب وبتتحرك ايفا على المتحف وبتروح للمدير يمكن يعرف حاجه تساعدهم، بس لما بيوصلوا هناك بيلاقوا زعيم الميدجاي وبيعرفوا ان المدير من الميدجاي، عشان كده كان بيحاول يمنعهم انهم يوصلوا لمدينه بطرة، وبيقعدوا يفكروا هيعملوا ايه. فبيعرفهم زعيم الميدجاي ان امحطب هيحاول يرجع امون للحياه باستخدام الخمس جرات اللي مع الامريكان، فبيخرج جون مع ريك عشان يدوروا عليهم. وبيوصلوا على الفندق بيلاقوا بيني مع الامريكاني في الاوضه، وبيعرف ريك ان بيني بيساعد امحطب، وهو بيمسكه وبينزل فيه ضرب، بس فجاه بيسمعوا صوت صريخ وبيستغل بيني انشغالهم وبيهرب، وبيبصوا من الشباك بيلاقوا امحطب خلص على الامريكاني اللي معاه الجره وامتص جسمه، وبيخرج حشرات من بقه عشان يعطل ريك وجون. وهو بيهرب وبيروح على الفندق وبيتحول لرمله وبيخلص على اخر امريكي، ولانه بيكون خلص على الثلاثه الباقيين في مدينه بطرة، وبيروح لعند ايفا وبيشكرها عشان ساعدته، بس ريك وجون بيوصلوا لعنده وبيكون معاهم قطه فبيخافوا وبيهرب لان القطه بيكونوا حراس العالم الاخر. وهو بيتحركوا بسرعه على المتحف لان ايفا بتكون متاكده انهم يقدروا يوقفوا امحطب عن طريق كتاب راع. وبيوصلوا على المتحف وبيقابلوا المدير وزعيم الميدجاي، وهو بيوصل امحطب لعندهم ومع عدد كبير من العبيد اللي قدر يسيطر عليهم، وهو بيكون رجع لشكله الطبيعي وقدر يجمع الخمس جرات. وهو بيعرض على ايفا انها تيجي معاه وهو هيسيب صحابها يعيشوا، وبتضطر ايفا توافق، بس امحطب بيضحك عليها وبيأمر رجالته انهم يخلصوا على اصحابها، بس لحسن الحظ بيقدروا يهربوا عن طريق البلاعه، وبيتحركوا على سلاح الجو الملكي وبيطلبوا من القائد بتاعهم يساعدهم ويوديهم على مدينة بطرة، ولما بيعرف القائد انها مسألة حياة او موت بيوافق، وبيتحرك بيهم على هناك، بس هما في الطريق بيحس بيهم امحطب وبيرجع الكهنة بتوع للحياة، وبيحاولوا يوقفوا ريك والمجموعة بتاعته، وبتدور ما بينهم معركة شرسة وريك بيفجرهم بالديناميت، بس للأسف بيكون زعيم الميدجاي مات. وامحطب بيجمع الجرات وبيجهز ايفا عشان يضحي بيها ويرجع امون، بس جون بيوصل ومعاه الكتاب اللي هيقضوا بيه على امحطب، وامحطب بيتشتت وبيقدر ريك يحرر ايفا وبيشتبك مع امحطب واتباعه، وايفا بتحاول تدور مع جون على التعويذه بس بيكونوا مش لاقيينها، وامحطب بيكون هيخلص على ريك فبتقولوا تعويذه بتخلي امحطب بشري وبيحس زيهم، وريك بيطعنه وامحطب بيتحول لهيكل عظمي وبيتحنط، وبيني بيكون عايش في عالم موازي وبيحاول يسرق كنوز، وبالغلط بيدوس على فخ بيت في المدينه كلها تحت الرمل، وبيحاولوا يهربوا بسرعه وبيني بيتحبس والحشرات الفرعونيه بتهجم عليه وبتاكله، وبيقدر ريك وايفا وجون انهم يهربوا والمدينه بتتدمر وبتدفن تحت الرمله، وبيكونوا قدروا ينقذوا الناس من لعنه امحطب، وجون بيكون زعلان لانه ما قدرش يخرج بالكنوز، لكن ايفا وريك مش بيكون فارقه معاهم لانهم بيكونوا حبوا بعض. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.